ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه معاكم تمام وزي الفل. تعالوا نعمل مقارنه سبايسي شويه ما بين سيرم الهونيك اسيد بتاع لا روش بوزي وسيرم الهونيك اسيد بتاع فيشي. وبصراحه دول شويه غاليين ومن اقوى السيرمات ومن اقوى البراندات كلا روش او فيشي. فتعالوا نتكلم شويه على كل واحد من حيث المكونات ومناسب لمين او نستناه من كل واحد. وفي الاخر انا حبيت ايه اكتر، وممكن اريستوك واحد من الاتنين، هشوف ايه اللي هيكون افضل بالنسبه لي. فتعالوا نبدا الفيديو على طول. طبعا المقدمه المعتاده، لو مش عاملين لي سبسكرايب اعملوا سبسكرايب وروحوا اعملوا فولو على الانستجرام، بينزل هناك محتوى اكتر مننا شويه. عارفه انا مقصره مع اليوتيوب شويه، بس anyway تعالوا بقى نبدا المقارنه بتاعتنا. بصراحه انا قبل ما اجيب اللاروش بوزي الحجم الكبير استخدمت الاول وجربت السامبل الصغير من السيرم، وبصراحة خلاني أجيب الحجم الكبير. فشوية المقارنة محروقة سيكا، أو هتبقى عارفين شوية، بس لأ، كملوا الآخر عشان تعرفوا كل حاجة بالتفصيل وتشوفوا انتوا كمان المناسب معاكم. فأنا لما خلصت العشرة ملي حبيت ان انا اجيب بقى الحجم الكبير لانه عجبني، وهقول لكم ليه. اول حاجه المكونات بتاعته في نوعين من الهيالورونيك اسيد، بحيث انه نوع يدي هيدريشن ونوع يمتص اكتر من الجلد، وكمان يدي بلمب افكت كده، تحسوا ان الجلد مملي شويه وفي كمان مرونه. وكمان موجود الفيتامين بي 5 اللي هو البانسينول، اللي هو بيريبير وبيصلح الجلد وبيدي ترطيب حلو جدا. ومعاهم كمان مشتق من السنتيلا، وانا اللي يعرفني شويه يعرف ان انا قد ايه بحب السنتيلا، حلوه جدا للبشره الحساسه واللي بتحمر بسرعه. فالسنتيلا بالنسبه لي بتبقى حاجه كده اكسترا، وبتعلي رانك اي منتج عندي ده بكل صراحه. فحبيت قوي ان هو فيه سنتيلا. وكمان في جليسرين اللي هو بيشتغل كهيومكتنت، بيجذب الميه جوه الخلايا. وده بصراحه اول سيرم، خصوصا كمان هيالورونيك اسيد، الاقي فيه سيليكون. والسيليكون مش حاجه بشعه او حاجه مرعبه، السيليكون ده بيبقى حلو قوي ان هو يشتغل كاوكلوسيف عشان يمنع تبخر الميه جوه الجلد. طبعا بنشوف ان احنا بنقول يا جماعه لازم بعد الهيالورونيك اسيد نستخدم مرطب، لان هو الهيالورونيك اسيد وظيفته هو بيجذب الميه. لو احنا ما قفلناش على الميه اللي اتجذبت دي فبيتبخر والبشره بتبقى ناشفه اكتر. وده سبب ان ليه ممكن يكون الهيالورونيك اسيد بينشف بشرتكم، لان انتوا ما بتقفلوش عليه او ما بتستخدموش بعده مرطب. فكون ان موجود فيه سيليكون مع السيرم ده عشان يدي اول حاجه ان هو يمنع تبخر الميه اللي تم جذبها من الهيالورونيك اسيد، وكمان ان انتوا هتحسوا ان جلدكم بقى ناعم، او الخطوط قلت، او تحسوا ان في مرونه اكتر. او كمان لو هتحطوا ميك اب بعد الهيالورونيك اسيد هتحسوا ان الميك اب شكله احسن وشكله ناعم على البشره اكتر، وده بفضل السيليكون. وكمان في الكحول، وبصراحة الكحول ما بقاش مرعب بالنسبة لي، لأن الكحول موجود في المنتج ده وفي منتجات كتيرة عشان يخلي الأكتيفز، المكونات الأكتيف، تدخل بشكل أعمق جوه الجلد. فبالنسبة لي طالما الأكتيف هي حاجة مناسبة بالنسبة لي وحاجة أنا بشرتي بتحبها، فهيبقى حلو قوي إن أنا يكون معاها كحول عشان يزود امتصاصها كمان جوه الجلد. بصراحة الحاجة الجاية دي ممكن تقلل رانك المنتج عندي مثلا -1. هو فيه عطور، حسيت بالعطور وانا يعني شمتها، بس الحمد لله ولا حاسس لي بشرتي، ولا حاسس ان انا بشرتي بترياكت ان هي بتحمر مثلا، او بشرتي مش مرتاحه، او في لسعه، او في بشرتي اللي هي متأذيه من العطور دي. بس تمام، انا كنت افضل ان ما يبقاش فيه عطور، بس هو فيه عطور، بس الحمد لله ما اتحسستش منها. بشمها بس وانا بحط المنتج، لكن كرياكت بشرتي مفيش منه اي مشكله. خلوني اوريكم كمان القوام بتاعه، هو مش خفيف بس مش تقيل برضو في نفس الوقت. انا بالنسبه لي 2 او 3 دروبس بالكتير قوي كفايه الوش كله. وعشان هو فيه سيليكون مش هتحسوا ان هو ميه تماما، هو بيسيب ملمس كده شويه عشان السيليكون اللي فيه يدي فيرم كده للبشره، وتحسوا ان انتوا بشرتكوا عليها حاجه شويه كده اللي هو مترطبة، او اللي هو عليها اكلوسيف بس خفيف مش تقيل. فبالنسبة لي السيرم ده كمان تحت الميك اب او الصبح، فبالنسبة لي حلو جدا، وده اللي خلاني ان انا اريسك واجيب العبوة الكبيرة. بالنسبة لي السيرم ده مناسب لاغلب الناس، لكن لو انتوا بتحسسوا قوي من العطور قوي قوي قوي، يعني مش بتستحملوها خالص، فاظن ممكن كمان العطور اللي فيه تضايقكم. بس لو انتوا تمام تحسوا بس بشكل بسيط عطور تقيلة او كده، ده العطور بتاعته مش تقيلة،
فانا ما ضايقنيش بصراحه، وانا مش كل عطور بتناسبني. فتمام، انا شايفه ان هو مناسب لاغلب الناس فعلا، من فئه كبيره من الناس. لو انتوا بتدوروا على فريش لوك وبشره مترطبه وهايدريتد وبشره شكلها حلو، فتعالوا بقى ندخل على السيرم التاني وهو فيشي، وهو بالتحديد اسمه ليفت اكتيف هيالورونيك اسيد ابيديرم فيلر. لو انتوا كمان قدامكم السيرم ده او نفس السيرم هيالورونيك اسيد المينرال من فيشي اللي هو فيه هيالورونيك اسيد، هحط لكم صورته هنا. بصراحه هاتوا ده، هو افضل كتير من المينرال. المينرال كان تركيز الهيالورونيك اسيد فيه ضعيف جدا، هو عباره عن بس ميه وهيالورونيك اسيد، كان بيزك جدا وما كانش بيدي هيدريشن قويه ولا بيدي البلوم افكت كده، والحاجات اللي انتوا تكونوا محتاجينها مقارنه بسعره. فبالنسبه لي لو انتوا هتجيبوا اي سيرم، بالنسبه لي اخر واحد خالص فيه هيالورونيك اسيد يبقى فيشي اللي هو المينرال. ده في كمان نوعين هيالورونيك اسيد. حد يقول لي ايوه يعني ايه نوعين هيالورونيك اسيد؟ انتوا قلتيها في ده وقلتيها في لاروش برضو. بصوا يا جماعه، الحجم الجزيئي الهيالورونيك اسيد بيفرق على حسب شويه وظيفته. يعني كل ما كان الهيالورونيك اسيد الحجم بتاع الحجم بتاعه صغير، كل ما بديهي هيمتص اكتر في الجلد، فهيدي بلمب افكت كده اكبر للجلد. انما لو الحجم الجزيئي بتاعه كبير، فهيفضل على سطح البشره، هتحسوا ان انتوا بشرتكم هي اللي مترطبه، وهيفضل يعني بشكل سطحي. لكن كل ما يبقى اكبر، كل اما يبقى بيدخل ديب اكتر، وتحسوا ان انتوا بشرتكم ديبلي اكتر، كمثلا خطوط، فتحس انها شويه بيبقى شكلها احسن مع هونيك اسيد. فمعظم الشركات دلوقتي بتحط النوعين مع بعض عشان تاخدوا الاستفاده من الاتنين مع بعض. كمان في ريا سيد اكستراكت، اتمنى اكون بنطق الاسم ريا دي. بصوا يا جماعه، ده بيحسن من مرونه الجلد. طبعا مع هيالورونيك اسيد فبتحسوا ان انتوا بشرتكم مرنه الى حد كبير، بيزود الالاستيسيتي كده. وكمان في ماده تقشير انزيميه خفيفه جدا، فما نقدرش نقول اللي هو سيرم مقشر، بس هي بتساعد بحاجه بسيطه جدا ان هي شويه تعمل تقشير خفيف جدا 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 للبشره. وكمان في مشتق فيتامين سي، فهو الى حد ما نقدر نقول عليه سيرم مواد اكسده، في كذا حاجه بتساعد ان هو يبقى مواد اكسده ويقلل من التجاعيد. السيرم ده خالي من الكحول، العطور، السيليكون، للناس اللي عايزه حاجه ما فيهاش الحاجات دي، وكده ما فيهوش عطور، فيبقى اوبشن احسن وهيعلي الرانك شويه عن لاروش بوزي، عشان ده ما فيهوش عطور ولاروش بوزي فيه عطور. بس زي ما قلت لكم، انا ما كانش معايا مشكله في لاروش بوزي، بس لو انتوا عندكم مشكله في العطور فده هيكون اوبشن احسن منه. كمان مناسب حوالين العين وحوالين الفم وعلى الشفايف ذات نفسها. والمناسبه الهيالورونيك اسيد على الشفايف قبل الليب بالم بيدي تاثير حلو جدا، وبيدي ترطيب حلو قوي للشفايف، بيخليها ممليه. فاستخدموه على الشفايف، حوالين الفم، في كل حته، ما تخافوش لان هو مفيهوش عطور، فمش هيبقى في منطقه بتتحسس منه. بصراحه الباكج بتاعته ممكن تعلي الرانك شويه عن لاروش بوزي، لان احنا مش بنفتح وبنقفل، او كمان ممكن غصب عنك جلدك او تحطي الابليكيتور على وشك وتحطيه بعد كده، فطبعا دي مش احسن حاجه. فهو ده انت بتحطي، ما بتفتحيهوش خالص، انت بتحطي نقط بس على جلدك وبس كده، من غير ما يتفتح ومن غير ما المنتج ذات نفسه يدخل له اي حاجه خارجيه. القوام بتاعه الى حد ما حاجه بسيطه قوي، اخف من لاروش بوزي، وطبعا لان لاروش بوزي فيه سيليكون وده مفهوش، فانتوا هتحسوا ان هو اخف وبيمتص بشكل اسرع. طيب يا جماعه، بصراحه المقارنه صعبه، بس في فروقات بسيطه جدا ما بين كل واحد، بتتحدد على حسب الشخص ذات نفسه، وعلى حسب احتياجه، وعلى حسب هو بيفضل ايه. من ناحيه مثلا الباكج مختلف، فكره العطور مختلفه، وفكره السيليكون مختلفه، وان ده فيه كحول وده مفهوش، لو انتوا مش حابين تستخدموا حاجه فيها كحول فشويه في اختلاف. بس انا كمنى بالنسبه لي الافضل هو انا لو هريستوك تاني هريستوك لاروش بوزي. حسيت منه، بحس في ساعتها ان انا وشي فريش كده وهايدريتد، وبجد السيليكون اللي فيه انا بالنسبه لي هي حاجه اكسترا اكسترا اكسترا، ومعليه الرانك بتاعه، لان هو بيدي ترطيب حلو جدا وبيحسن من شكل الوش في ساعتها. فبالنسبه لي ده عجبني اكتر وهريستوك. طبعا عشان انا جبت لما جربت الصغير
حبيت ان انا لا خلاص انا هريستوك عشان هو عاجبني فعلا. لكن ده مش معناه ان فيشي ده مش حلو، بالعكس هو كويس جدا. بس انا حبيت اقول لكم كده مقارنه ما بين منتجين قريبين جدا من بعض وانا جربتهم، واقول لكم تجربتي وانا حبيت ايه اكتر. وبس كده، انا بقى هستنى منكم تجربتكم مع الاتنين دول او مع منتجين قريبين من بعض، حسيتوا انه لا في منتج عجبكم اكتر مع انهم قريبين من بعض جدا، وعايزيني اعمل مقارنات ايه ما بين منتجين زي المقارنة دي. وبس كده، اتمنى اشوفكم في فيديو جديد قريب وتكونوا كويسين وبألف صحة وسلامة.